النهاردة هاعمل معاكم حاجة وهمية بجد، طعمها أكتر من رائع. ميكس كده ما بين الفاكهة والمكسرات والكريمة واللبن والقشطة، حاجة كده بصراحة فوق الوصف. وهي القشطوطة، مشهورة طبعا في بعض المحلات اللي احنا عارفينها، وطعمها بيكون أكتر من رائع. أول حاجة هعملها معاكم هي الرز بلبن. أنا هنا نقعت كوباية وربع من الرز، نقعتهم في مية لمدة ساعة. بعد كده حطيت له حوالي لتر من المية وسبته على النار استوى بنسبة 50%. بعد كده ضفت له كوباية من السكر. بعد كده ضفت 2 لتر من الحليب وقلبتهم مع بعض كويس. بحب أضيف كمان لبن بودرة، ضفت هنا حوالي 4 معالق من اللبن البودرة. وبعد الرز ما بيستوي خالص بضيف له كريم شانتيه، 3 معالق من الكريم شانتيه بدوبهم في حوالي كوبايه الا ربع من الميه، وبضيفهم للرز بلبن بيدي طعم جميل جدا. لو في عندك كريمه او قشطه كمان بضيفها دي. دول حوالي 3 معالق من وش اللبن اللي هي القشطه البلدي. طبعا اي اضافات بنضيفها للرز بلبن بتدي طعم جميل جدا. وبضيف معلقه من الفانيليا. واخر خطوه معايا هي النشا، بضيف معلقتين بس من النشا على نص كوبايه ميه عشان يربط معايا. بسيبه يهدى شويه وبعد كده بحطه في الاطباق. تمام. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا وكريمي قوي، وطبعا الرز مستوي حلو قوي. ودي طريقتي في الرز بلبن. واوقات لما بيكون عندي مستكه نوعها كويس بسيح المستكه وبحطها عليه بتدي ريحه تحفه. وهسيب الرز بلبن يبرد مش اقل من ساعتين، وهعمل الخطوه التانية وهي طبقه الكيك السفنج. معايا هنا 5 بيضات بضربهم كويس بالمضرب، وبضيف لهم نص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز. ممكن نعمل كيكه اسفنجيه بطريقتنا العاديه. بخلطهم مع بعض كويس قوي وبضيف لهم نص كوبايه من الميه. والبيض والميه لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه، فبنخرج البيض من التلاجة قبلها بساعه عشان يهدى قبل ما نشتغل بيه. زي ما احنا شايفين كده القوام بقى كريمي جدا وهش قد ايه. بنجيب اي صينيه عندي، بس المقدار ده بيعمل حوالي صينيه 30 في 40. ويفضل طبعا انها تكون مستطيله عشان تسهل علينا عمليه التقطيع. بحط فيها العجين بتاعنا اللي احنا ضربناه، وزي ما احنا شايفين قد ايه هش وجميل. بعد كده باي خشبه او خله عندنا نبدا نقلب كده زي ما احنا شايفين، او نعمل دواير دي عشان نخرج اي فقاعات هواء موجوده. وبدخلها فرن مسبق التسخين على درجه حراره حوالي 200 لمده نص ساعه في الرف الاوسط في الفرن. بعد كده بجيب الخطوه الاخيره هي طبقه الكريمه. معايا كوبايه من الحليب الساقع، عليها ربع كوبايه من السكر ونص كوبايه من الكريم شانتيه او الكريم اللباني الباودر. وبضيف عليه معلقتين كبار من اللبن الباودر ومعلقتين كبار من القشطه. بخلطهم مع بعض كويس قوي وبدخله الفريزر لحد ما ابدا اشتغل بيه. زي ما احنا شايفين كده بعد نص ساعه الكيك استوى. هقلب الصينيه واشيل الورق الزبده، وهجهز المحلول او الخليط اللي انا هسقي بيه الكيك. زي ما احنا شايفين كده لونه ذهبي وجميل وريحته جميله. وسائل التحليه ده عباره عن كوبايه من اللبن بضيف عليها 3 معالق كبار من اللبن البودر ومعلقتين او معلقه سكر. وبضيف عليهم نص كوبايه من الحليب المكثف وبقلبهم مع بعض كويس جدا. وابدا اسقي بيهم الكيك كله لحد ما يبقى كله جوسي. يعني انا هحط الكميه كلها. انا نقلت هنا الكيك في صينيه تانية ليها سور عشان اللبن ما ينزلش من على الجوانب. بفضي الكميه كلها، لازم الكيك كله يتغطى بالسائل ده ويبقى كله طري وجوسي لدرجه ان اللبن الزياده ظاهر تحت في الصينيه. كده احنا جهزنا ال3 خطوات. نبدأ نجمعهم مع بعض. اول حاجة بجيب كريمة الخفق اللي احنا جهزناه وحطيناه في الفريزر وبغطي بيها الكيك كله. ممكن نوزعه بسباتولا تمام لحد ما نغطي الكمية كلها من كل الجوانب. تمام. بعد كده ببدأ ميزة بقى ان احنا بنعملها في صينية مستطيلة هقول لكم عليها دلوقتي. بعد كده هبدأ اقسمها بالطول زي ما احنا شايفين كده، وابدأ تاني اقسمها بالعرض زي قطع الجاتوه. الصينية دي 40 في 30 عملت حوالي 12 قطعة. ده كده الرز بلبن بعد ما برد. بضيف عليه بالوش مكسرات وقرفة بيبقى طعمه حلو قوي. الجزء التاني اللي انا هعمل منه القشطوطة هبدأ اخد من القطعة اللي احنا قطعناها بتاعة الكيك اللي عليها الكريمة، وابدأ اضيفها على طبق الرز بلبن. نيجي هنا بقى لاخر مرحله هي مرحله التوبينج، ودي طبعا اختياريه حسب الفاكهه المتوفره. انا ضفت هنا مانجا، وده بسكوت ويفر كان عندي بالشوكولاته، طحنته في الكبه وحطيته فوق الوش وحطيته بالتبادل مع المكسرات. ادى طعم حلو جدا. لو عندنا مانجا اوكي، عندنا فراوله وموز ماشي. ممكن كمان نضيف بسكوت لوتس، بس انا ما كانش متوفر عندي، بيدي طعم حلو قوي. ممكن نضيف كراميل، ممكن نضيف كلها مكسرات. طبعا التوبينج ده حسب ما احنا حابين بالظبط. بس عايزة اقول لكم يعني الطعم خطير لأقصى درجة تتخيلوها، يعني احلى حاجة ممكن تاكلوها بجد. ميكس المكسرات والفاكهة مع الكريمة والكيك الجوسي والرز بلبن بجد مخلين الطعم وهمي جدا. الناس اللي عايزة تعمل مشروع زي ده، الطبق زي ده بيتباع في المحل بحوالي 45 جنيه.
انا طلعت هنا 12 طبق، 12 طبق لو على حساب المحل هشتريهم هيعدي ال 500 جنيه، يعني 550 جنيه. وانا الحاجة دي تقريبا كلفتني حوالي 200 جنيه، يعني في مكسب حوالي 350 جنيه، فهو مشروع مربح جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. دمتم بصحة وهنا.